أسعد الله مساءكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. أعاده الله علينا وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات. وفيما يلي إليكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك. خطوات جادة لتوسيع سبل الاستفادة من موقد حنة التغليدي. تقديم 157 ألف نقفة لأسر الشهداء في هيكوتا. وزير خارجية الصين يطلق مبادرة لحل أزمة سوريا. بريطانيا تتحرر من القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا. السجن للأمريكيين اللذين ساعدا كارلوس غوسنا على الفرار من اليابان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يحتفل بعيد الأضحى المبارك كل عام في اليوم 10 من ذي الحجة، وللعيد معان سامية وأهداف نبيلة تتحقق من خلاله مقاصد دينية واجتماعية وإنسانية. وقد أدى المسلمون في البلاد صلاة العيد في المساجد والجوامع احتراما للقيود الاحترازية المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19. لمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. احتفلت البلاد في 20 من يوليو لعام 2021 10 من ذي الحجة لعام 1442 هجرية، احتفلت بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. وقد أدى المسلمون صلاة العيد هذا العام في المساجد والجوامع الواقعة في مناطقهم دون التجمع في مكان وسطي بأعداد محدودة، تطبيقا للتعليمات الاحترازية الصادرة لمكافحة جائحة كوفيد-19. وقال مفتي الديار الإرث الشيخ سالم إبراهيم المختار في خطبة العيد بمسجد الخلفاء الراشدين في العاصمة أسمرة إن العيد هو يوم يملأ النفس أنسا وبهجة ويملأ القلب صفاء ونشوى، ويستأنس فيه الوحيد بزيارة أهله، ويسعد المريض بعواده والفقير بقضاء حاجته، ويقوى الضعيف بدعم معينه، واليتيم والمسكين بجبر خاطره. وشرع العيد لمعان سامية وأهداف نبيلة تتحقق من خلاله مقاصد دينية واجتماعية وإنسانية. العيد في الإسلام يملأ النفس أنسا وبهجة، ويملأ القلب صفاء ونشوة، يستأنس فيه الوحيد بزيارة أهله، ويسعد المريض بعواده، ويفرح الفقير بقضاء حاجته، ويقوى الضعيف بدعم معينه، ويفرح اليتيم والمسكين بجبر خاطره، ويتواصل الأقارب. إذن العيد شرع لمعان سامية وأهداف نبيلة. ونوه الشيخ سالم على ظاهرة اجتماعية مقلقة وهي كثرة الطلاق، فبالطلاق تهدم البيوت وتقطع الأواصر ويشرد الأطفال الأبرياء وينشأون يتامى ووالدهم على قيد الحياة، مناشدا الحكماء للإصلاح بين الزوجين وإنقاذا للأسر والأطفال. عباد الله، لقد أباح الإسلام الطلاق للضرورة القصوى كعلاج أخير إذا استحكم النفور حتى لا يتحول بيت الزوجية إلى سجن يحيطه العذاب، فالطلاق أبغض الحلال إلى الله، فلا ينبغي أن يوقعه الزوج لأتفه الأسباب، فتهدم البيوت وتقطع الأواصر ويشرد الأطفال الأبرياء الذين ليس لهم ذنب، وينشأون يتامى ووالدهم على قيد الحياة. في الختام هنأ الشيخ سالم الإرثيين في الداخل والخارج والمسلمين وقوات الدفاع الإرثية الباسلة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين في برك وبحرك أجمعين. كل عام وأنتم بخير.
يشهد إقليم عنسبة في إطار المساعي الحثيثة الجارية اتخاذ خطوات جادة لتوسيع سبل الاستفادة من موقد حنة التقليدي خالي من الدخان والحد من اقتلاع الأشجار. وأوضحت خبيرة تطوير التدابير المنزلي في فرع وزارة الزراعة بإقليم عنسبة السيدة سابا مزفن أن تعزيز الوعي ركيزة سياسية لإنجاح المشروع، وقد قدمت دورات تأهيلية نظريا وتطبيقيا ل15,000 أسرة بالنزول حتى مستوى المناطق. وذكرت السيدة سابا بأن ما يميز موقد حنة التقليدي إضافة إلى اقتصاد الطاقة وخلوه من الدخان بالنظافة البيئية والصحة المجتمعية. وقد وزع حتى الآن في الإقليم 16,000 موقد ويجري العمل لتوسيعه. وأشارت إلى إدخال موقد حنات في كل بيت بمديرية عتكاليزان وتبعتها مديريات علبرعد وكرن وقلب، فيما تقوم وزارة الزراعة بمتابعة جادة للعملية. من جهتها قالت خبيرة التدبير المنزلي في مكتب الزراعة بمدينة كرن السيدة مارغريت سمادر أن تدريب المتدربين المنتظم عبر مراحل ظل يحقق نتائج جيدة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في مراكز العزل في أقليمي الأوسط والجنوبي أظهرت إصابة 8 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 4 من الإصابات في أسمرة بالأقليم الأوسط و4 في الأقليم الجنوبي و2 في مايعيني وإصابة واحدة في طرونا ومثلها في سجنيتي. في غضون ذلك شوفي 39 مريض كورونا كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 20 من إقليم عنسبة و13 من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6450، شوفي منهم 6158 وتوفي 32 مريض كورونا، فيما لا يزال 260 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 20 من يوليو 2021. أوضح التقييم التعليمي الذي أجري في مديرية عرزة أن المدارس الجديدة السبعة التي افتتحت في العام الدراسي 2019-2020 تسهم في رفع المشاركة في مائدة التعليم. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ تسفهيوت ولد قرقيس أن المدارس الجديدة هي 6 مدارس ابتدائية وواحدة ومتوسطة، وفتحت الفرص التعليمية ل 1342 طالب. وذكر وصول مشاركة المرأة في التعليم إلى 46% ونسبة النجاح إلى 83%، مشيرا إلى تدريب 87 طالب في مختلف المهن. وأوصى الاجتماع لحل مشكلة ضيق الفصول الدراسية والاهتمام بقدم الكتب والأثاثات الدراسية. وتوجد في مديرية عرزة 74 مدرسة استقبلت في العام الدراسي 2019-2020 21,416 طالب. قدم التجار وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية هيكوتا مبلغ 157,407 نقفة لأسر الشهداء المحتاجة في المديرية. وأوضح مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح أن التبرع الذي قام به أصحاب المتاجر في هيكوتا وألبو ومنمو البساتين وعمال مؤسسات الحكومة والجبهة والشركات العاملة في المديرية قد تم توزيعه لأسر الشهداء في 12 ضاحية. وأشارت الأسر المتلقية للدعم إلى أنه يعكس الفخر والاعتزاز بالشهداء وأسرهم. استشهد المناضل العقيد علي شفا محمود مسؤول فرع الثروة البحرية في إقليم جنوب البحر الأحمر اليوم 20 من يوليو في مدينة عصب إثر مرض ألم به عن عمر بلغ 70 عاما. والتحق المناضل العقيد علي شفا محمود بصفوف جبهة تحرير إريتريا عام 1968، وفي أغسطس عام 1974 انتقل إلى صفوف قوات التحرير الشعبية، وعمل بتفان وإخلاص حتى شهر نوفمبر عام 1988 في القوات البحرية كبحار.
ومنذ شهر ديسمبر 1988 وحتى عام 1991 عمل كممثل الجبهة الشعبية في اليمن. وبعد الاستقلال عمل المناضل العقيد علي شفا محمود حتى عام 2007 في فرع وزارة الثروة البحرية في مختلف الوحدات، ومنذ شهر ديسمبر عام 2007 حتى يوم استشهاده عمل كمسؤول للفرع. الفقيد المناضل العقيد علي شفا محمود رب أسرة وأب ل4 مولود، ووري جثمانه الثرى اليوم في مقبرة الشهداء بعصب. وتعرب وزارة الثروة البحرية وإدارة إقليم جنوب البحر الأحمر عن حزنها باستشهاد المناضل العقيد علي شفا محمود، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقها المناضلين وزملائه في العمل. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ نحو عقد، أجرى وزير الخارجية الصيني محادثات في العاصمة السورية دمشق مع الرئيس بشار الأسد ونظيره السوري فيصل المقداد. وطرح وزير الخارجية الصيني مقترحا لحل الأزمة السورية دعا فيها إلى احترام سيادة سوريا والتخلي عن وهم تغيير النظام، كما دعا إلى رفع جميع العقوبات والحصار الاقتصادي عن سوريا بشكل فوري. ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تتسم بأهمية كبرى وتمثل بداية تحول في السياسة الخارجية الصينية نحو مزاحمة الغرب في عدة مناطق بالعالم. وخلال سنوات الاحتجاجات التي سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية، قدمت بكين دعما سياسيا وماليا وحتى عسكريا لحكومة بشار الأسد، ظهر ذلك في استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن لصالح الأسد 4 مرات. ومع ذلك لم يزر مسؤولون صينيون كبار سوريا، مما يؤشر إلى أن هذه الزيارة تبرز مساع جديدة من جانب الصين لزيادة دعم سوريا التي تتعرض لعقوبات أمريكية خانقة. أنهت بريطانيا القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 بشكل شبه كامل في يوم أطلقت عليه تسمية يوم الحرية، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير القلق كثير من العلماء والمسؤولين السياسيين. ووجه رئيس الوزراء بوريس جونسون دعوة إلى مواطنيه من أجل أن يواصلوا توخي الحذر رغم رفع القيود الصحية، لكن جونسون شدد على أنه التوقيت المناسب لرفع القيود. تجدر الإشارة إلى أن جونسون اضطر للالتزام بالحجر بسبب مخالطته وزير الصحة بكوفيد-19. وأعلن متحدث باسم داونينغ ستريت أن جونسون سيواصل عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد، وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 128,600 شخص في بريطانيا، حيث يرتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ أسابيع وبلغ أكثر من 585,000 منذ الأول من يوليو. وبريطانيا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في أوروبا. غادت محكمة في طوكيو بسجن أمريكيين 2، أحدهما ل2 والآخر ل1 و8 أشهر، على خلفية مساعدة الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غوسن على الفرار من اليابان أواخر العام 2019. وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت تايلر ونجله في مايو 2020 في الولايات المتحدة بعد مساعدتهما في تهريب كارلوس غوسن في طائرة خاصة. وقد تم تسليم تايلر ونجله إلى اليابان في وقت سابق من العام الجاري، ومثلا للمرة الأولى أمام المحكمة في حزيران الماضي، حيث أقر بمساعدة غوسن على الفرار. وطالب وكلاء الدفاع عنهما بعقوبات مع وقف التنفيذ، مؤكدين خصوصا أن كارلوس غوسن هو المدبر الرئيسي لكل العملية.
أطلقت الصين بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شينشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم إرسال الأقمار الصناعية إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2C، وتعتبر الأقمار الصناعية هي المجموعة العاشرة المنتمية إلى عائلة يوغان 30. كان على متن الصاروخ الحامل أيضا تيتشانسي 15، وهو قمر صناعي تابع لكوكب تيناتشي. وتعد عملية الإطلاق هي المهمة 380 لسلسلة صواريخ لونغ مارش. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك. خطوات جادة لتوسيع سبل الاستفادة من موقد حنة التغليدي. تقديم 157 ألف نقفة لأسر الشهداء في هايكوتا. وزير خارجية الصين يطلق مبادرة لحل أزمة سوريا. بريطانيا تتحرر من القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا. السجن للأمريكيين اللذين ساعدان كارلوس غوسن على الفرار من اليابان. انتهت النشرة، أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.